السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. وان شاء الله جيت نشارك معكم ماتيلدا كيك، هذا الكيك الموسمي اللي كيجي لذيذ وكيجي رائع وكيجي راقي حتى في المنظر. بالنسبه للناس اللي كيدعموني دائما كنشكرهم، والناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي الا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب واشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اول حاجه غنبداو بها هي الكريمه. هذه الكريمه ما كتحتاجش تطرب كيف الكريمات العاديه، يعني غير كنحتاجو نطيبوها ونديروها في الثلاجه. اول حاجه غنحتاج فيها عندي هنا واحد نص لتر ديال الكريمه ديال هولالا. اي كريمه مهم يكون عندك نص لتر. عندي هنايا 300 غرام ديال الشوكولا، انا هنايا درت شوكولا اولي، تقدروا ديروا شوكولا نواغ. عندي هنايا 30 غرام ديال الزبده و30 غرام ديال العسل. كيف قلت لكم من قبل، هاد الكيك هاد الكريمه راه ساهله جدا جدا. كناخذ الكاسرونه ديالي كندير فيها الكريمه، كنحطها فوق البوطه حتى كتغلي ليا. من بعد كناخذ الشوكولا كنديرها في الكاس العصير صافي، وكندير معها العسل، عاد كنضيف عليها ديك الكريمه وهي دافئه سخونه ماشي دافيه صافي. وهاد المرحله غير كنحس بها طحنات كنزيد فيها الزبده اللي كنكون يلاه جبتها من الثلاجه صافي. كنطحنهم مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتهم، وكنديرهم في واحد لو بول وكنغطي عليه بالسلوفان. يعني كنغطي فوق من السلوفان كيف ما شفتوا فوق من الكريمه نيشان، كنغطي فوق الكريمه نيشان. عاد من بعد كنغلف البول ديالي وكنديرو في الثلاجه يبات ليله كامله. هاد الكريمه قد ما بقات في الثلاجه قد ما كتعقد، وقد ما كتعقد يعني من الافضل ديروها في الثلاجه تقريبا ليله كامله. انا هنايا خليتها ليله كامله. غندوز دابا لو كيك اللي تا هو وجدتو ليله كامله. غنحتاج هنايا جوج ديال الكيكات اللي كيكونوا بهاد المقادير اللي غنعطيكم دابا. بالنسبه للمول كتخدموا بمول بين 18 حتى ل 20 سنتيمتر. غنحتاج هنايا 4 المعالق ديال السكر سنيده، واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، 4 المعالق ديال الزيت، 4 المعالق ديال الحليب، 4 المعالق ديال الدقيق، واحد البيضه، واحد الخماره ديال الحلوى. تقدروا ديروا كيك واحد وتقسموه على جوج اللي فيه الدوبل ديال هاد المقادير. تقدروا ديروا الطريقه ديالي انا كنفضل ندير هاد الطريقه. علاش؟ باش الكيك كيجيني نفس القياس، وحتى ملي كنقطعوا لو كيك كيجي في المنظر ديالو. هي مساله منظر. ما بالنسبه الا بغيتو ماشي مهم عندكم المنظر، تقدروا ديروا كيك اللي فيه هو جوج بيضات، 8 المعالق السنيده، 8 المعالق ديال الدقيق، مهم الدوبل ديال هاد المقادير، وطحنوه وتقسموه على جوج. بالنسبه للطريقه ديالو راه سهله حتى هو. كناخذ بيضه، قبيصه ديال الملحه، 4 المعالق ديال السنيده، 4 المعالق ديال الزيت كيف ما شفتوا، 4 المعالق ديال الحليب، واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو صافي. وكناخذ الخلاط اما الاولى الخلاط اليدوي، خلطوه باش ما بغيتو صافي. وكنخلط المكونات جيدا. اخر حاجه كنزيد 4 المعالق ديال الدقيق وواحد الخماره ديال الحلوى صافي. كنخلط الكل جيدا كيف ما شفتوا. تقدروا كيف ما قلت لكم ديروا غير الخلاط اليدوي صافي. وكندوز باش نديرها في هذا المول ديالي اللي سبق لي ودهنت بالزبده ورشيته بالدقيق. بالنسبه للطياب ديالو طيبته على 160 درجه من الفوق ومن التحت تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، راه دغيا كيطيب. غندوز دابا المرحله اللي غنمونطيو فيها لو كيك ديالنا. بالنسبه للكريمه ديالنا كيف ما شفتوا يكون هذا هو القوام ديالها، كتجي رائعه كتجي لذيذه. وخلاص الا كانت نوعيه الشوكولا نوعيه جيده كتجي رائعه بزاف صافي. غندوزو دابا المرحله اللي غنصوبوا فيها باش غنسقيو لو كيك ديالنا. انا هنايا بحكم ان ماتيلدا كيك كيتميز بالحليب وسقيتها بالحليب، تقدروا تسقيوها غير بالماء. انا هنايا خديت كاس ديال الحليب اللي درت فيه شويه ديال الفاني ودرت فيه واحد المعلقه ديال السكر. تقدروا تستغنوا على هذيك المعلقه ديال السكر الا ما كانتش كتعجبكم الحلاوه. وخلاص الا كنتو مستعملين شوكولا اولي ما استعملتوش شوكولا نواغ، اما الا درتو شوكولا نواغ تقدروا ديروا هذيك المعلقه ديال السكر. غندوز دابا ناخذ لو كيك ديالي كيف ما شفتوا. هذا هو لو كيك ديالي من مبات ليله كامله كيكون هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه للقياس ديالو انا هنا استعملت المول اللي فيه 18 سنتيم. غادي نحطو كيف ما شفتوا كيجي طري بزاف. شوفوا لدرجه انه ملي كنحطوه فوق من التبصيل كيلصق. هاد الطريقه اللي غندير معكم دابا حيت اصلا لو كيك غادي نديروه غنمونطيوه في البلاصه اللي غادي نقدموا فيها لو كيك. هاد الطريقه شفتها عند واحد اليوتيوبرز
فكره رائعه، جربتها لاول مره وصدقات مزيانه باش ما يتوسخوش ليا الجناب، حيت ما عنديش هذاك لو ديسك اللي كندير تحت من لو كيك، داك لو ديسك اللي كيكون تحت من الحلويات ما عنديش. واستعملت هذه الطريقه اللي شفتها كيف ما قلت لكم عند واحد اليوتيوبرز. خديت الورق الطبخ ودرته من الجناب صافي، وحطيت لو كيك ديالي. انايا كيف ما شفتوا بما ان الكيك ديالي بيت ليله كامله بارد، سقيته بالحليب ديالي وهو سخون صافي. درتو انايا كنخلي 1 سنتيم في الجناب ديال لو كيك. علاش؟ باش يجيني المونتاج ساهل. علاش؟ ما كيجي مقاد بلا ما نحتاج نبقى نقاد من بعد في الجنب. خليت 1 سنتيم وكنبدا به هو الاولاني كنعمرو، عاد كنعمر الكريمه ديالي من الفوق. هذا هو الكيك الثاني. كيف ما شفتوا كيجيو مقادين، كيجيو قد كيجيو رائعين. حتى هو راه كيجي كيف ما قلت لكم الطريق، ها نتوما غتشوفوا. غادي نديروا فوق الكيك الاولاني هكا بهذا الشكل صافي، وغندوز حتى هويا نسقيه. تقريبا كنحتاج نص كاس كنسقيه حتى هويا من نص كاس ديال الحليب اللي بقى ليا من الفوق صافي. وكندوز ندير نفس الطريقه، كندور الجناب هما الاولى، عاد من بعد كندوز باش ندير الكريمه ديالي من الفوق ونحاول نقادها. انايا كيتعجبني الكريمه تكون مسطحه. هو الشكل ديال هاد الماتيلدا كيك كيجي عشوائي، يعني ملي ما تحتاجوا تسطحوها، يعني كيجي عشوائي. تقدروا غير تدوزوها بلا ما ديروا هذا الشيء كامل، غير دوزوها وديروها من الجناب بحال هكا، راه كيجي واحد الشكل ديالها اللي هو عادي. تقدروا غير تخليوها عاديه صافي. انا كنحاول نقادها بهذا الشكل. قاديتها، حاولت نقاد السطح ديالها صافي، وغطيتها ودرتها في الكونجيلاتور تقريبا ساعه، نص ساعه، ساعه الا ربع، المهم غير باش تشد في راسها مزيان صافي. هنايا كيف ما شفتوا انا غنحاول نحل هاد المود ديالي صافي، وغادي نحيدها. راه كتجي مقاده من الجناب تماما، كتجي مزيانه كيف ما شفتوا بهذا الشكل صافي. نحاول ندوز عليها السكين ولا المعلقه ولا اللي عندي صافي، ونزينها باش ما بغيت. انا هنايا خديت شوكولا فيرميسيل درتو من الجناب بهذا الشكل صافي، ومن الفوق درت لها شويه ديال الكاكاو مر من الفوق كيف ما شفتوا بهذه الطريقه، وزينتها بواحد شويه ديال الفرامبواز بشويه ديال الكريمه اللي كانت شايطه ليا. هانتوما شفتوا راه قد ما كتبقى، راه هذه الكريمه كتجي رائعه، تقدروا ديروها في اي حاجه بغيتو صافي. درت شويه ديال الفرامبواز بهذا الشكل كيف ما شفتوا بهذه الطريقه. المهم زينوها كيف ما بغيتو، تقدروا تخليوها عاديه اولا تزينوها بشويه تاع الشوكولا من الفوق. المهم نتوما لكم كل الاختيار صافي. قديتها بشويه ديال الفرامبواز بحال هكا، رشيت عليها شويه ديال الفانيت. واحد الفانيت راه كيكون داير واحد البويضه كتكون صغيره، كتكون ب5 دراهم. المهم اللي متوفر عندك في الدار، انا هذاك الشيء اللي متوفر عندي في الدار هو اللي حاولت نزين به بهذه الطريقه صافي. شويه ديال النعناع في الجناب، شويه ديال الفانيت. المهم زينوها كيف ما بغيتو صافي. من بعد ما كملت دزت باش نحيد لها الجناب ديالها كيف ما شفتوا هذا حيدت هذا كيبقى داك هذا صافي. ودوزت هذا كيف ما شفتوا كيحيد هذاك كلشي، هذاك الشيء كله اللي كيطيح لكم في الجناب وداك الشيء كيدوز في هذاك كيبقى لكم داك الطبيصيل نقي صافي. مسحتو وقديتو ودزت باش نقدمها معكم. انا هنا نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا كيف كيجي رائع، كيجي لذيذ، كيجي راقي. تقدروا تستغلوها في الحفلات ديالكم، في اعياد الميلاد. كيجي زوينه، كتجي زوينه بصراحه، تستحق التجربه هذه الماتيلدا كيك. وكيف ما شفتوا سهله دغيا كتوجد، ما يعني بالنسبه للناس المبتدئين راه سهله باش تصوبوها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، والله لقينا في ساعه الخير مع فيديو مقبل ان شاء الله.